حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا. البيتزا كله بيحب البيتزا، بس ساعات بنبقوا مكسلين نعجن وكده والكلام ده وخميرة. النهاردة هعملها معاكم بيتزا سايلة. هنعملها في الجريل، مش هتاخد معانا وقت خالص. الحشوات بقى اللي زي ما انت عايزة، انا عاملاها النهاردة هنا بالنقانق. طعمها خطير جدا، هتعجبكم. اول حاجه هنبدا نسمي الله. وهقول لكم بقى احنا هنا جبت الجريل. طب انتي ليه يا رندا فين المقدار؟ انا بصراحه انا مكنتش ناويه انزل الفيديو، بس بعد ما انا خلطت الخليط افتكرت ان انا ممكن اقول لكم على حاجه يعني سريعه وتنفعكم. فالموضوع بتاع الخليط مش صعب. انا جبت كوبايه ونص دقيق، عليها من كوبايه لكوبايه الا ربع ميه، وحبة بيكنج باودر، وعليهم نص معلقة خل صغيرة، وحبة سكر صغيرين، وقلبتهم كلهم مع بعض، ومعلقة زيت، وقلبتهم كلهم مع بعض وسبتهم 5 دقايق كده يعني ترتاح. وبدأت اللي انا انزلها في الجريل زي ما انتوا شايفين. يعني مقدار البتاع دي، الجريل دي حسب طبعا حجم الجريل عندك، لان في جريل بيختلف. انا هنا عامله دي بالظبط يعني كوبايه ونص رز، كوبايه ونص دقيق، اسف. حطيتها كده في الجريل وقفلت على الجريل لغايه ما لقيتي العجينه من فوق استوت، كانك بتعملي عيش بالظبط. هنا كان عندي شويه صلصه بيتزا. طبعا انا في عندك الفيديوهات عندكم هتلاقي مقدار صلصه البيتزا. طب انا ما كانش عندي بيتزا صلصه كتير، عملت ايه؟ عندي جبنه كريمي، حطيت عليها معلقه وقلبتهم على بعض، عشان كده الصلصه تحسوا ان هي فاتحه شويه، بس بصراحه عطت طعم حلو قوي. هنا عندك بقى الخليط او الحشوه زي ما انت عايزه. انا عاملاها هنا بالنقانق. طعمها حلو جدا. طبعا بردك الجبنات حسب الموجودة عندك. انا عندي كان جبنة موتزاريلا، وكان عندي جبنة تركي مبشور. بصراحة بتدي طعم حلو قوي قوي الجبنة التركي المبشور. خلصت كده وهقفل عليها، هوطي عليها. يعني هتاخد معاكي كده حسب بقى ايه يعني 10 دقايق ربع ساعة عشان تطلع مستوية كويس زي ما انتم شايفين كده. بجد طعمها وريحتها خرافة، وبجد النقانق طعمها لذيذ جدا في البيتزا. انا عملت بيتزات كتير قوي بجميع انواع يعني انواع اطعمة كتير، بس اول مرة اجرب النقانق دي بصراحة طلعت تحفة. تعالوا اوريكم اهو، مش لازقة ولا اي حاجة. هنطلعها في الصينية واوريكم الشكل عامل ازاي. ما فيش لزقان خالص اهو، يعني سهلة معاكي اللي انت تطلعيها وتعملي واحدة غيرها زي ما انتم شايفين كده. تحفة لذيذة والله يا جماعة، لذيذة طرية زي ما انتم شايفين كده، طرية. وطعمها تحفة وسريعة. ما خدتش معانا بالظبط ربع ساعة كانت جاهزة. والجبنة لذيذة برضك ما شاء الله، كلها كانت طعمها. فجربوا الطريقة دي لو انتوا عايزين تعيشوا عشا سريع، او تتغدي انتي وعيالك، ومش عايزة تعجني ولا. طبعا كل بيتزا ليها طعم، دي طعم واللي هي بالخميرة ليها طعم تاني. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، وان شاء الله ولايك واشتراك وما تنسونيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.